السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم رح نبلش بحل المعادلة من الدرجة الثانية. تمام. حل حل المعادلة من الدرجة الثانية. طبعا هون أنا رح أقسمها لمراحل. تمام، خطوات، أشكال اللي بدكم إياه. تمام، أنتوا اعتبروه اللي هي الحالة الأولى. قال إذا كان عنا إكس مربع زائد أو ناقص عدد. ماشي. طبعا كمان هون أمثال لإكس مربع كمان عدد، ما بتفرقش من كان يكون العدد. تمام. طيب، قال هون شو خطوات الحل؟ خطوات الحل هون إنه ننقل المجاهيل إلى طرف والمعاليم إلى طرف. ماشي. طيب، مثال إذا كان عنا إكس مربع زائد 2، بدنا نحن نحل المعادلة، فبدنا نساويها تساوي صفر. حلو. طيب، طبعا هو بس قال لك حل المعادلة يعني اوجد قيمة اكس. نحن من اوجد قيمة اكس بنعدم المقدار لنشوف شو قيمة اكس. ماشي، انه امتى بتساوي الصفر. طبعا اذا هو احيانا بيكون بدال الصفر مباشرة حاط لنا مساواة مثل ما شفنا قبل. نحن انا هون حاط لكم مباشرة كمان مجهول بالطرف الثاني، فنحن ننقل مجاهيل لطرف مع يمنى طرف. فنحن هون ننقل كمان مجاهيل لطرف مع يمنى طرف. طبعا ومنقسم على امثال على امثال اكس مربع بحيث يكون واحد كمان هون. ماشي. نفس الشي بالمعادلة الدرجة الأولى قسمنا على أمثال المجهول، طيب يظل أمثاله واحد وموجب. طبعا يعني إذا كان ناقص واحد كمان بنقسم على سالب أو بنضرب بسالب. ماشي. طيب، إكس مربع زائد 2 يساوي صفر. ننقل لجاهلة طرف مع يمنى طرف. إكس مربع بضل بالطرف الأول يساوي طبعا 2، ننقلها للطرف الثاني وتصير ناقص 2. ماشي، بس الواحد تغير من مكانه بينزعج كتير وبصير ما هو مثل ما كان قبل. ماشي، فبصير مضروبه بسالب. يعني نحن اي مقدار كنا منغيره من طرف لطرف منغير اشارته. ماشي. طيب، هلا اكس مربع تساوي عدد سالب، فهي المعادلة مستحيلة الحل. طيب، هلا مستحيلة الحل لقدام رح نشوف انه نحن بدنا مو بس نحل المعادلة وندرس اشارته. فهو بتكون اشارة هذا المقدار اكس مربع زائد 2 من اشارة امثال اكس مربع. فاذا كان امثال اكس مربع هون موجب فمعناته هذا المقدار موجب، اذا كان سالب فمعناته هذا سالب. طبعا ايمت هذا الحكي؟ بس لما بتكون مستحيلة الحل المعادلة. ماشي. طبعا احنا ما في شيء نربعه يطلع لنا سالب. تمام، لهيك المعادلة مستحيلة الحل. طيب، لا في حال كان عنا اكس مربع ناقص 2 ماشي يساوي صفر. طيب، نفس الشي ننقل مجاهيل لطرف معين لطرف، فبصير عندنا نحن اكس مربع يساوي 2. فاكس مربع يساوي عدد موجب تنحل معنا. شو بنساوي؟ قال بنجذر الطرفين، فجذرنا الطرفين هون. جذر 2 ما له جذر، ضل جذر 2. تمام. جذر الاكس مربع تربيع بيروح الجذر، فنحن هون بما انه التربيع بيروح الجذر. ماشي،
فهون مرة هذا يؤدي طبعا دائما لما بيكون عندنا اكس مربع يساوي عدد، فمرة بنقول له اكس تساوي جذر الاثنين موجب، ومرة تساوي اكس ناقص جذر الاثنين. ماشي، مرة جذر الاثنين ومرة ناقص جذر الاثنين. طبعا عوضوا اذا بدنا نعرف نحن حلنا مزبوط ولا لا، بنعوض هون. جذر الاثنين للتربيع، تربيع بيروح الجذر، تمام. يعني لو ربعنا هاي نقول ناقص جذر الاثنين كله للتربيع. ماشي، فسالب للتربيع بصير موجب، جذر الاثنين للتربيع، تربيع بيروح الجذر، ناقص طبعا اثنين. ماشي، فهذا يؤدي انه هون صار عندنا شو؟ اثنين ناقص اثنين فيساوي صفر. ماشي، بعرف طبعا هون كتبت انه صار ضغط شوي، بس مشان انه ما اروح لكم الفكرة لغير صفحة. هيك بيكون خلصنا اول حالة من حالات حل معادلة من الدرجة الثانية، لما بيكون عندنا اكس مربع وعدد، اكس مربع وعدد. الحالة الثانية رح تكون في عندنا هون اكس مربع وهون اكس، طبعا بجوز يكون في اعداد، بجوز يكون ما في اعداد. ماشي، طيب لا رح ناخد امثلة كمان عن اللهم صل على سيدنا محمد، عن حل معادلة من الدرجة الثانية. طيب مثال، إذا كان ناقص إكس مربع ماشي زائد 16 يساوي صفر. طيب هلا كمان ننقل مجاهيل لطرف معين وطرف، فبصير عندنا نحن طبعا ناقص إكس مربع، هذا يؤدي ناقص إكس مربع تساوي ناقص 16، صح؟ ناقص 16. طيب هلا هون ما بنقول انه هي مستحيلة الحل، ليش؟ لانه امثال اكس مربع سالب، او في الى امثال ما هي امثالها موجب. حلو، فشو بنساوي نحن؟ اما بنقسم على سالب او نضرب بسالب، طبعا نفس الحكي. لو قسمنا على سالب هذا راح يصير موجب، هذا راح يصير موجب، او ضربنا بسالب. ماشي، يعني نحن كأننا عم نقسم على سالب واحد او عم نضرب بسالب واحد. ماشي، فبصير عنا نحن هون اكس مربع بعد ما نقسم على سالب يساوي 16. طيب هلا نفس الشيء جذر وجذر، هذا يؤدي أن إكس تساوي مرة جذر 16 موجب واللي هو جذر 16 طبعا هو نفسه 4. ماشي، ومرة إكس تساوي ناقص جذر 16 واللي هو نفسه ناقص 4. طبعا جذر 16 ما تغير، نفس الشيء 4 مضروب بسالب صار ناقص 4. ماشي، هذا الوظائف الكن رح اكتب لكم اياها هلا.